بسم الله وتكلنا عليك يا الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في ذوق وبنا. نتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه. تفضلوا معايا الكوزينه خياتي، رايحين نحضروا زروديه مشرمله. مقادير هذه الوصفه بسيطه للغايه، يعني وصفه جزائريه اللي متداوله واللي الناس كامل يديروها تقريبا. غنحتاجوا حبات تاع زروديه نقطعوهم، بعد ما نقوم نقطعوهم ونديروهم يفوروا. بعد ما تفورنا وطيب لنا مليح نوجدوا لها درسه، نحطوا سنينه تاع الثوم، نجيبوا المهراس تاعنا نحطوا سنينه تاع الثوم، نزيدوا فلفل عكري ونزيدوا الكمون، نزيدوا الملح ونهرسوهم مليح. نزيدو نصف ملعقه كبيره تاع الخل، نزيدو نهرسوهم مليح. نجيبو مقله ولا كسرونه، انا جبت كسرونه شويه عريضه باش طيب لي وتشرب كامل هذيك الدرسه. حطيت مغرف نتاع الزيت، مغرف كبيره تاع الزيت ومغرف كبيره تاع لا مارغارين. نزيدو الدرسه اللي كنا وجدناها، نقلوها غير شويه، ما تخلوهاش تنحرق، قلوها غير شويه في هذيك الكسرونه. ومن بعد في هذاك المهرس حطوا شويه تاع الماء وفرغوه على الدرسه، خلوا حق ما ينشف شويه ذاك الماء، ونفرغوا زروديه اللي كنا فورناها ونخلوها تشرب كامل هذيك الدرسه. راح تجي ما شاء الله. وهي وصفه من الوصفات الجزائريه اللي مليحه بزاف للصحه. نخلطوا مليح الزروديه كما كنتم تشوفوا خياتي في هذيك الدرسه ونخلوها تشربها مليح. رايحين اسيزونو بشويه تاع القزبر يابس، هذا اختياري، هذا انا ضفته قزبر يابس يعطي بنا ما شاء الله. نزيدو نحركوا فيها ونخلوها تشرب هذيك لاصوص كيما راكم تشوفوا في الفيديو. يعني طريقتها سهله، مقاديرها بسيطه وفي المتناول، وكما تعرفوا زروديه مليحه بزاف للصحه. نمرقوا بشويه تاع الماء سخون ونخلوها تشرب هذيك لاصوص، ورايحين فيما بعد نشوفوها على بركه الله في صحن التقديم. يعني وصفه خفيفه ظريفه. الوصفات نص ملعقه كبيره تاع الخل اللي بقات لنا نديروها مع التالي كي نبغوا نطفوا. فوالا هذه هي زروديه تاعنا بعد ما وجدت، زروديه مشرمله بهذيك الدرسه تجي ما شاء الله. اللي يبغوا الحار تقدروا ديروا فلفل دريس. الزروديه كنا البنات كما شفتوا فورناها، يعني كانت طيبه. نخلوها برك تشرب هذيك الدرسه، ومن بعد نديروا لها كميه من الماء. وبعد ما نضيفوا الماء نزيدوا نص ملعقه تاع الخل اللي قعدت لنا، ونزيدوا نحركوا فيها مليح ونخلوها تشرب كاع هذيك لاصوص. ومن ثم تكون واجده ان شاء الله، ونحطوها في صحن التقديم. قبل ما نحطوها نضيفوا لها شويه تاع الكمون، وإلا بغيتوا تجيكم الزروديه مشرمله حاره تقدروا تضيفوا فلفل دريس، كميه من فلفل الدريس راح تجيكم حاره، تجي مسكه وتجي ما شاء الله. ولهنا الوصفه نتاعنا شرموله نتاع زروديه راهي قريب توجد. راح نضيفوا لها كميه من الكمون، ورايحين نشوفوها على بركه الله في طبق التقديم. فوالا كما راكم شفتوا خياتي راهي شربت كاع هذيك لاصوص، خرجت ما شاء الله. هذه هي الوصفه نتاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم وانكم تجربوها. الى الملتقى مع وصفات اخرى ان شاء الله. الى ذلكم الحين تهلاو في روحكم بزاف بزاف. ما تنسوش اللايك والاشتراك بالنسبه للجدد. في امان الله وحفظه، مع السلامه.